يا هلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في يوم من الأيام كان فيه ولد اسمه كريم، نفسه يشتري عجلة يركبها ويلعب بيها. باباه وعده من مرتب أول الشهر يشتري له عجلة جديدة قوية وألوانها جميلة. لكن كريم كان مستعجل جدا وما صبرش. شاف عند واحد في السوق عجلة قديمة وقال لباباه: أنا عايزها دلوقتي حالا بالفلوس اللي معاك، مش لازم نستني المرتب. باباه حاول يقنعه: يا كريم، العجلة دي قديمة وممكن تتعبك، استنى كام يوم وأنا أجيب لك واحدة جديدة أحسن بكتير. لكن كريم أصر وقال: لا يا بابا، أنا عايزها دلوقتي. اشترى كريم العجلة القديمة، وفي أول يوم بدأت تعطل منه، مرة الكاوتش يتقطع ومرة السلسلة بتقع، وكل شوية يروح للراجل يصلحها، وكل ما يروح يشوف العجلة الجديدة الحلوة اللي باباه كان عايز يشتريها له، ويحس بندم كبير. وقتها فهم كريم إن الاستعجال ممكن يخليه يختار اختيارات غلط، وإن الصبر كان هيوفر عليه التعب والندم. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.